السلام عليكم. بزاف منكم صيفطوا لي فيديوهات هاد المرتديلا المنزليه باش نجربها. يلا نكملوا الفيديو وتعرفوا رايي فيها. خديت صدر ديال الدجاج وزدت ليه العطريه، ممكن ديروا العطريه اللي بغيتوا، الاعشاب المنسمه اللي بغيتوا على حسب الذوق. زدت لهم هاد البابريكا فيمي، بصراحه عطات واحد المذاق خطير. زدت عليهم النشا والماء، وطبعا ما نساوش الملحه، وطحنتهم مزيان مزيان حتى حصلنا على هاد القوام متجانس. خديت ورق الزبده ودرت عليه شويه زيت الزيتون ودهنته، وحطيت الخليط ديالي وبديت كنشكلو. من بعد فكرت انني ما رشيتوش لا بالاعشاب المنسمه لا والو، وانا نرشوه بشويه ديال بابريكا فيمي، وغلفته بورق الزبده، ومن بعد غلفته بالسلوفان وعاد عقدته من الاطراف. عاوتاني غلفته بورق الالومنيوم، وهنا خليته يتبخر. مده التبخير على حسب الكميه ديال الدجاج اللي درنا. انا درت كيلو الا ربع ديال الدجاج، فاخذ ليا 90 دقيقه ديال الطبخ. من بعد 90 دقيقه ديال الطبخ خليته برد مزيان، عاد حطيته في الثلاجه برد تماما. وشوفوا معايا كيفاش كيتقطع. الصراحه الشكل ديالو والقوام ديالو بحال المرتديلا اللي كيتباع، ولكن المذاق خطير. صراحه عجبني المذاق بزاف، وحتى وليداتي الحمد لله عجبهم بزاف، وخصوصا هذاك المذاق فيمي ديال بابريكا جا رائع. نقدروا نحضروا بها ساندويتشات للصغار والكبار، لانش بوكس للخدمه او المدرسه، بكل صراحه لذيذه بزاف، وبديل امن للمرتديلا المصنعه اللي كتباع في الاسواق اللي موادها كلها مضره. وما تنساوش اختياراتنا اليوم هي صحتنا الغدا.